وبعدين بقى يماي في الناس المتقنعرة دول عمالين يبصوا لنا من فوق لتحت ويشموا في كل الفرش. ايوه يماي، دول جايبين البيت من فوق لتحت، مش عاجبهم اي حاجة. هنعمل ايه بقى يا بنات؟ استحملوا شوية عشان خاطر ابوكم، مش هنقدر نتكلم، معلش امسحوها فيا المرة دي. من الحق يماي كنت عايزة اقول لك ان الخالة نوسة ديت مشت بالجزمة بتاعتها على السجادة، ينفع كده وانا لسه يماي نشرها في الشمس؟ بتتكلمي صح يا بنت؟ هي حصلت هو ده الكتاكيت بتاعهم؟ كتاكيت ايه يا ماي؟ مش عارفه ده البتاع ده اللي بيقولوا عليه الكتاكيت ولا الفسيكيت ده ولا ايه؟ اسمه الاتيكيت يا اختي، اسمه زي ما اسمه، يعني ينفع كده يعني تخش بالجزمه بتاعتها على السجاده؟ ده احنا لسه غاسلينها يا بت قطمت ظهرنا. خلاص بقى يا ماي، انت جايه هنستحمل عشان خاطر ابويا، ليك عليا لما يمشوا ان شاء الله هاخد لي كل البيت ده فمين كده هو على السريع ان شاء الله يا اختي. اما نشوف انت. يا جماعة اقعدوا عشان تتعشوا. او ماي جاد، احنا هنقعد على الارض ولا ايه؟ مالها الارض يا حبيبتي، نظيفه وجميله، اقعدي. اوه لا، هو ايه ده يا طنط؟ الاكله دي اسمها ايه؟ دي شكلها غريب خالص. الاكله دي اسمها مسجعه. اوه مسلوعه، اسمها جميل خالص. لا انا ما سمعتهاش مسلوعه، انا سمعتها مسمعه فين بالظبط؟ انا مش فاهمه حاجه. هي عباره عن ايه يا طنط دي يا حبيبتي عباره عن بتنجان اسمر وفلفل اخضر وعليه طماطم معصوره وفصين توم وتبقى احلى مسجعه. اوه بتحطوا عليه بتنجانه؟ دي جميله قوي. هو انت عارف يعني ايه بتنجانه؟ يعني ايه طنط البلاك بتنجانه ده؟ ويعني ايه الجرين فلفله؟ يعني ايه؟ ما تخش عيالك يا نوسه يا اختي، بقى انت مش معرفاهم ايه البتنجونه وايه الفلفوله؟ وهم الكيدز دول هيعرفوا منين الكلام ده يا شربات؟ دول مثلا ممكن ياكلوا بيتزا، برجر، كريب، بافلو برجر، مش هيعرفوا الحاجات التانية دي. عشنا وشوفنا يا اختي. خلاص يا جماعة يلا كلوا بالهنا وألف شفا. انا مبسوط قوي، انا عاجبني الاكل ده جدا. عاجبك على ايه؟ انت بتقول ايه؟ امال ايه يا طنط الطبق الغريب اللي هناك ده يا حبيبتي فضلة خيرك اسمه طبق السمين. سمين ده يعني ايه؟ انا خدت الكلمة دي في اللغة العربية الصفحى، كان اسمه يعني تخين، صح؟ يهكتك ايه؟ والله العظيم يا توتو دمك زي العسل. لا يا حبيبي، ده اسمه سمين يعني ايه؟ يعني كرشة وممبار ولية. ايه ده قردة؟ يعني ايه قردة يا طنط؟ وايه المسمار ده كمان؟ قردة ومسمار ولية؟ هو ايه ده اللي ليكي؟ ايه ده؟ هي ما قالتش قردة، هي قالت كرشة تقريبا، وقالت لومبار. يا جماعة انتوا بتقولوا ايه؟ اسمها ممبار واسمها كرشة، واللية دي حتة كده بتبقى سمينة في العجل. عجل ايه؟ انت قصدك ايه؟ هو العجل ده ابن البافلو؟ ايوه عليكي نور يا حبيبتي، هو ده ابن البافلو. هي عبارة عن ايه طنط الكرشة دي؟ وعبارة عن ايه الممبار؟ بتجيبوهم منين؟ مش العجل ده المفروض بيبقى فيه لحمة وبس؟ جبتوا منين الحاجات دي؟ دي شكلها غريب جدا. ده الممبار ده شكله كده فيه جواه حاجة كمان. ايوه يا حبيبي، الممبار ده عبارة عن الأحشاء بتاعت العجل. الأحشاء بتاع العجل بنجيبها وننضفها ونحشيها رز بالخلطة، أو ممكن كمان نحط عليه لحمة مفرومة. والكرشة ديت تبقى هي جدار الأمعاء دي، بناخدها كده وننضفها ونقليها كده ونحمرها وتبقى جميلة. او ماي جاد، ازاي الكيدز هياكلوا الكلام ده؟ عمرهم ما شافوا الحاجات دي خالص. والنبي يا حبيبتي بقى تنجتينا بسكاتك بقى، مخليه العيال مش عارفين يعني ايه كرشي، الولا بيقول عليها جرده. يعني ده جزء من الاستومك بتاع العجل؟ او ماي جاد، انا شكلي كده هرجع ولا ايه؟ انت بتضحك على
ايه يا عبيط انت؟ You are crazy. لا انا مبسوط جدا. I am happy. انا مش همشي من هنا، انا هقعد هنا لحد ما ادوق كل الحاجات الجميلة دي. او ماي جاد، انتوا كمان عاملين جرين سالاد وفي بريد. انا مش قادر، انا هاكل كل الاكل ده. شكرا جدا يا طنط، تسلم ايدك. دمك شربات يا مضروب، كل بألف هنا وشفا يا عسلية.